وسورة محمد سورة مدنية بإجماع، وعندما نقول بإجماع أي بإجماع أهل التفسير، والراجح أنها نزلت بعد موقعة بدر مما دل عليه أكثر آياتها. وتسمية القرآن أو بعض سور القرآن باسم الأنبياء مما كثر في القرآن، مثل سورة يونس وهود وإبراهيم ويوسف ونوح عليهم جميعا الصلاة والسلام. وهذه السورة سميت باسم نبينا صلى الله عليه وسلم باسمه الصريح الذي سماه به جده عبد المطلب. وقد ورد اسم آخر له في القرآن كما قال ربنا بسورة الصف: ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فهذان اسمان ثابتان له صلوات الله وسلامه عليه. واختلف في قول الله جل وعلا: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. هل هذا حرفان من الحروف المتقطعة التي جرت عادة القرآن أن تستفتح بها بعض الصور، أم أن لها معنى آخر، أم أنها اسم من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم؟ ونميل إلى ترجيح الأخير، إلى أنه اسم من أسماء النبي عليه الصلاة والسلام، والعلم عند الله. هذه السورة المباركة فتحها ربنا جل وعلا وهو أصدق القائلين بقوله: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم. ذكر الله جل وعلا ما أتاهم كما سيأتي. فأما قول الله جل وعلا: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم، فهذا اللفظ يحمل أو يحتمل كل كافر، لكن لا بد أن يفرق ما بين ما يحتمله اللفظ وبين ما ينصرف إليه اللفظ في المقام الأول. فاللفظ هنا الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ينصرف أول ما ينصرف إلى كفار مكة، لكنه يندرج فيه باعتبار عموم اللفظ كل من صنع صنيعهم ممن جاء بعدهم، بل يقبل اللفظ أن يندرج فيه من جاء قبلهم، لكنه أول ما ينصرف إلى كفار قريش. الذين كفروا بماذا؟ كفروا بالله. والكفر في اللغة هو التغطية، الكفر في اللغة هو التغطية. فهؤلاء جاءتهم الرسل، جاءهم نبينا صلى الله عليه وسلم، جاءهم الكتاب فجحدوه ولم يقبلوه، فلهذا سموا كفارا. قال الله: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، صدوا أنفسهم وصدوا غيرهم، صدوا أنفسهم بما ملئت به قلوبهم من تكذيب وجحود لآيات الله وآلائه، وصدوا غيرهم بسعيهم الحثيث لصد الناس عن الدين الحنيف. فما من ضعيف إلا اضطهدوه، وما من رقيق إلا نكلوا به، وما من وجيه إلا أغروه بالمال أو دعوه إلى ترك دين الكبير المتعال، كما وقع لأبي سفيان مع الأعشى الشاعر. فهذا معنى قول الله جل وعلا: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله. قال ربنا: أضل أعمالهم. كلمة ضل فعل يأتي في القرآن على أضرب، على أنواع. هنا بمعنى أضل أعمالهم أي أبطلها، أو بتعبير أدق وأوضح لغويا جعلها مضمحلة، جعلها غير باقية. لكن يبقى السؤال: أي أعمال؟ أول ما قلنا إنه فرق ما بين ما ينصرف إليه اللفظ وما بين ما يحتمله اللفظ. فقول الله جل وعلا: أضل أعمالهم يحتمل كل عمل قاموا به، لكنه أول ما ينصرف إلى ما أنفقوه من أموال وما بذلوه من سعي عند خروجهم من مكة إلى بدر. فإن الله جل وعلا لم يجعل لهم غاية من الخير ولا نفع، فجعل أمرهم إلى وبال ونكل بهم تبارك وتعالى، ولم يحصدوا من سعيهم وخروجهم من مكة إلى بدر أيا من الخير. خرجوا بطرا ورئاء الناس وعادوا
وقد غلبوا وقهروا ومات صناديدهم وأسر أكثر. لكنه كذلك يشمل كل عمل بر في ظاهره كانوا يصنعونه في الجاهلية، من صلة الرحم وإطعام الضيف وإغاثة الملهوف وصناعة المعروف، كل تلك التي كانوا يصنعونها أبطلها الله. ومعنى أبطلها الله لم يجعل الله جل وعلا لهم عليها ثوابا في الآخرة. أما في الدنيا فإن الله جل وعلا يوفي كل ذي عمل عمله، يوفي كل ذي عمل عمله، حتى إن أبا لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءته مولاة له تبشره بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتقها فرحا بأن أخاه عبد الله ولد له هناك، وكان عبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم قد مات من قبل، فهو فرحا أن اسم أخيه سيبقى سيخلد، ولم يدر في خلده أن هذا الغلام سينبأ، فاعتقها. فلما اعتقها رؤي في المنام بعد موته، رآه أخوه العباس بن عبد المطلب فسأله: ما فعل الله بك؟ فأخبره أنه لم يلق خيرا، أي في قبره، لأنه مات على الكفر، لكنه أخبره أنه يسقى من نقرة في إبهامه كل يوم اثنين، لأنه أعتق مولاته يوم الاثنين لما أخبرته بشارة بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمراد من سياق هذا الخبر بيان أن أعمالهم في الدنيا يوفون إياها، كما أننا نعلم أن الناس إلى اليوم إذا ذكروا الجود والكرم ذكروا حاتما الطائي. وحاتم عندما كان ينحر ويطعم ويكرم لم يكن يومها يرجو جنة ولا يخشى نارا، لأن حاتما عاش في الجاهلية، لكنه كان يصنع كل ذلك رجاء أن يخلد ذكره، رجاء أن يعرفه الناس، رجاء أن يشيع ذكره بخير في الناس، وهذا مطلب غريزي في النفس. قال أموي: إن المال غاد ورائح، ويبقى من المال الأحاديث والذكر. أموي: إني لا أقول لسائل إذا جاء يوما حل في مالي النزل. فكان يسعى إلى الذكر وقد حصل عليه، بل حصل عليه بشيء لا يكاد يعقل، فإن حاتما له أكثر من 14 قرنا قد مات، ومع ذلك لا يبدأ بضرب المثل في الجود بأحد قبل حاتم طيب. إذا انتهى هذا فإن قول الله جل وعلا أضل أعمالهم أي لم يجعل لها ثوابا في الآخرة. وهذه هي المصيبة الحقة، أن الإنسان إذا ورد يوم الحشر وجاء يوم العرض وكان أحوج ما يكون إلى ثمرة عمله لم يجد شيئا، هذا هو منتهى الوبال والخسران، لأن كونه يحصل على شيء من قوله أو من عمله في الدنيا هذا لا ينفعه، لأن الدنيا زهرة حائلة ونعمة زائلة، لكن البلغة كلها إنما تكمن في أن ينال الإنسان ثوابه في الآخرة. قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها لنبينا صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن جدعان: وكان يذبح يوم عرفة 1000 بعير. قالت: أكان ينفعه عمله ذاك؟ قال: يا عائشة إنه لم يقل يوما من الدهر رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، أي لم يرد بهذا وجه الله. فالذي ينفع العمل الذي يريد به صاحبه وجه الله جل وعلا. هذا معنى قول الله جل وعلا: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم، أي جعلها في اضمحلال لا تنفعهم يوم يلقون الكبير المتعال. وشق التمرة يبذله المسلم ويريد به وجه الله ينفعه يوم يلقى ربه عز وجل.
وهذا يجعل المؤمن يتمسك بأصلين عظيمين: الإخلاص لله تبارك وتعالى، وأن يوافق عمله ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم عن ربه. لما ذكر الله الطائفة الأولى وقال وهو أصدق القائلين الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم، ذكر الطائفة المقابلة، قال والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. قلنا إن اللفظ يحتمل وينصرف، فيحتمل كل مؤمن منذ آمن أبو بكر إلى أن تقوم الساعة، لكنه ينصرف أول ما ينصرف إلى الأنصار أهل المدينة الذين قبلوا النبي صلى الله عليه وسلم. فكما أن كفار قريش منعوه وأخرجوه وصدوه، فإن الأنصار قبلوه وآمنوا به ونصروه، فهؤلاء مقابل هؤلاء مقابل هؤلاء، فجعلهم الله جل وعلا في فاتحة سورة محمد صلى الله عليه وسلم جعلهما متقابلين: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم، والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. تلحظ في الأول ذكر أعمالا جعلها في ضلال واضمحلال، وفي الثانية ذكر سيئات لكنه غفرها بعد أن سترها جل ذكره، فقال تبارك اسماؤه وجل ثناؤه: وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم. فنلحظ الاختلاف في المعاملة. في الأول هناك أعمال لكنها أبطلت، وفي الثانية هناك سيئات لكنها غفرت. قال كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. البال يراد به الحال، يراد به الأمر، يراد به الشأن، كلمة تسمى عند أهل الصنعة النحوية مصدرا ولا فعل لها، ولا تثنى ولا تجمع، إلا ما روي شذوذا أن بعضهم يجمعها على بالات لكنه غير صحيح المستعمل، وهي ما ينعقد من فكر في القلب، ما ينعقد من فكر في القلب، وعليه معول حياة المرء. فإن المرء إذا انشغل باله شغل وذهل، وإذا كان مستريح البال لا ينعقد في قلبه شيئا يكرهه كانت حياته طيبة هنية مرضية. والله جل وعلا تكفل لأهل الإيمان بذلك، لأن حياتهم قائمة على أنهم يؤمنون بقضاء الله وقدره، فهم يصبرون على البلاء ويشكرون في السراء. ولا طريق إلى الله إلا بإحدى بطيتين: بالصبر وإما بالشكر أو بهما معا. قال ربنا جل ذكره هنا: كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. ثم بين العلة، بين السبب، قال ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم. والمراد أن الشيطان رفع رايته فاتبعها أهل الباطل، وجاء النبيون منه بالهدى من عند الله فاتبعها من يريد الحق، فليسوا سواء عند الله. ولهذا قال جل ذكره وتبارك اسمه: كذلك يضرب الله للناس أمثالهم. هذا ما يتعلق بفاتحة سورة محمد صلى الله عليه وسلم.